السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهاردة كده نشوف عملنا المكرونة النجريسكو دي بصدور الدجاج، ازاي بصدر فرخة واحد هنعمل احلى صينية زي ما انتوا شايفينها كده. حاجة كده ما شاء الله زي العسل وزي اللي بناكلها برا واحلى بكتير. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة بتشوفوني نوروني بالاشتراك في القناة وكمان فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يلا حطولي اللايك وما تبخلوش عليا بيه. بصوا بقى المكرونة عاملة ازاي، يعني ما شاء الله كده وغرقانة كده في الجبنة الموتزاريلا، هنغرقها كلها كده فيها. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا المكرونة الجميلة دي ازاي. اول حاجة كده انا معايا صدر فرخة، انا كنت مقطعاه على ان انا اعمله بانيه، وبعد كده غيرت رأيي وقلت هعمله نجرسكو. فطبعا زي ما انتي حابة، لو حابة الصدر يكون عندك بحاله وتقطعيه انتي عادي خالص. هنا معايا بقى قطعته كده مكعبات صغيرة، زي ما انتوا شايفينها كده. مسكت كل قطعة وبقيت ان انا اقطعها كده قطع صغيرة. طبعا لو حابين ان انتوا تصغروا القطع عن كده او تكبروها براحتكم خالص. بس زي ما انتوا شايفين كده انا بقيت اقطعه بالشكل ده. يعني قطع متوسطة، مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. لحد بقى ما خلصت كل الكمية اللي معايا كده، وهرجعها تاني بقى في الطبق كده. علشان نروح بقى نشوف هنعمل فيها ايه. في طاسة بقى سخنة جدا على النار، الطاسة بصوا سخنة خالص. نزلت بقى بالفراخ بتاعتي كده تاخد صدمة على كل ناحية كده. والطاسة تكون سخنة خالص من غير اي مواد دهنية فيها. تمام، حطيت الفراخ بتاعتي بقى كده تاخد صدمة على كل ناحية كده، وهقلبها كويس. وفي الخطوة دي مش هحط اي حاجة عليها غير بس رشة من الفلفل الاسمر. تمام، معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسمر على الفراخ بتاعتنا. وبعدين لما تتشوح معايا كويس هنزل عليها بمكعب كده من الزبدة، وهبتدي ان انا اشوح فيها تاني لحد ما الفراخ بتاعتي تبدأ تدخل في السوا بتاعها. لما تبدأ تستوي بقى معايا حوالي بعد ربع ساعة كده، هننزل عليها بقى ببصلاية كده متقطعة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده. وهبدأ بقى ان انا احط البهارات بتاعتي، بابريكا وملح. وبس كده، مش هضيف بهارات تاني غير البابريكا والملح، وانا كنت حطيت الفلفل الاسمر فمش هحط اي حاجة تاني. وهنا حسيت بقى ان الفراخ هتلزق مني فضفت معلقة من الزيت كده. وبدأت بقى ان انا اشوح فيها وسبتها شوية كده مع البصل. بعدين نزلت بقى بفلفل الوان احمر واخضر واصفر، اللي متوفر عندك حطيه يعني، بيديها طعم حلو قوي وكمان لونها بيكون حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى الفراخ بتاعتي خلصت كده واستوت معايا. حلة بقى على النار، وهضيف فيها كده شوية من الزيت وكمان مكعب من الزبدة. وهنزل عليهم بثلاث معالق من الدقيق. هنا عشان نعمل البشاميل بتاعنا احنا مش عايزينه لا يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، عايزينه وسط. لكن انتوا لو حابينه تقيل هتحطوا 4 معالق، لو حابينه اخف من كده هنحط معلقتين ونص من الدقيق. وبعدين هنزل بقى عليهم بلتر من الحليب كده. انا هنا منزلتش باللتر كامل، شلت منه حوالي كوباية كده، ونزلت بدلها بحوالي كوباية من مية سلق المكرونة. بتدي للبشاميل قوام حلو قوي برضو، وممكن ان انتوا تستبدلوها بشوربة لو متوفرة. هنقلب بقى كده الكلام ده لحد ايه، انا هنا بضيف اللي هي الكوباية هي من مية سلق المكرونة. وطبعا هنا بتستخدمي اي نوع مكرونه انت حباه في النجريسكو دي، يعني مش شرط نوع معين. انا هنا استخدمت سباكيتي، اصل الوصفه بتاعتها سباكيتي، بس عادي ممكن تستخدمي مكرونه اقلام او اي نوع انت عايزاه. نزلت عليهم بالفلفل الاسمر كده، وهنحط الملح بتاعنا. ونقلب بقى الكلام ده كده لحد ما القوام بتاعنا، بصوا القوام انا مش عايزاها تكون تقيله قوي ولا خفيفه قوي زي ما انتوا شايفينه كده. جبت بقى كده حوالي كده مغرفتين من البشاميل، وبدات ان انا احطهم تحت في الصينيه. وهنجيب بقى المكرونه بتاعتي. انا هنا استعملت كيس اللي هو 400 جرام، طبعا على الصدر الفرخه عشان تكون مظبوطه معانا وما تكونش ان هي المكرونه كتير قوي فيها. هبدأ بقى ان انا احط عليه كده شوية من البشاميل، وهقلبها بقى كويس كده في البشاميل بحيث بقى كلها تبقى غرقانة كده في الحاجات دي، في البشاميل والصوص وكده. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده زي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده، وهظبطها بقى كده في فوق المكرونة. وبعد ما حطيت الفراخ ممكن تحطي بقى شوية كده من الزيتون، بتديها طعم حلو قوي برضو، وبتبقى كده بقى الوجبة متكاملة كده وطعمها حلو، مش محتاجة اي حاجة معاها.
هنزل بقى هنا بالموتزاريلا بتاعتي، جبنة موتزاريلا. حطيت بقى شوية كده فوق الزيتون كده والفراخ بتاعتي، وبعدين هنزل باخر طبقة اللي هي المكرونة، بقية المكرونة بتاعتي. وهنزل بقى بالبشاميل بتاعنا اللي باقي، وهغطي المكرونة كله بيها. وبس كده هندخلها بقى الفرن. هنحط لها تاني رشة موتزاريلا قبل ما ندخلها الفرن على الوش بقى. هنحط رشة كده حلوة على الوش، وبعدين هندخلها الفرن. لما الحروف بتاعتها كده تاخد لون دهبي فاتح كده خالص، مش عايزينها هنا تغمق، هنقلها الشواية تبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده تطلع معانا بقى احلى نجريسكو كده ما شاء الله كده. كانت طعمها حلو قوي وجميلة. بس جربوا الطريقة ان شاء الله وهتعجبكم ان شاء الله. بس كده ده فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.